أهلا بكم في قناة عصر العلوم. في هذه الحلقة سأسلط الضوء على حدث بناء أكبر مصنع في إفريقيا لصناعة إطارات السيارات من طرف شركة سنتوري الصينية، وباستثمار ضخم يفوق 490 مليون دولار في مدينة محمد السادس طنجة توتيك، وبقدرة إنتاجية تبلغ 12 مليون إطار مطاطي سنويا، أغلبه موجه لتصدير. وفي التفاصيل أعلنت الشركة الصينية المصنعة للإطارات عن استثمار إضافي بقيمة 193 مليون دولار في بناء خط إنتاج ثان للإطارات عالية الأداء للسيارات والشاحنات الخفيفة، وينضاف هذا المبلغ إلى الاستثمار الأولي البالغ 297 مليون دولار الذي تم الكشف عنه بداية سنة 2023 من أجل إحداث الموقع الصناعي سنتوري للإطارات بالمغرب. ويأتي إعلان مجموعة الصينية بعد 4 أيام من الشروع في بناء مصنعها الذي يغطي مساحة 20 هكتارا، ويقع بالمدينة التقنية محمد السادس. وبمجرد تشغيل خطي الإنتاج الثاني ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 مليون إطار سنويا، ستعزز صناعة المغذيات السيارات بالمغرب، وسيخدم إنتاجها السوق المحلية، لكن الأغلبية الساحقة ستكون موجهة للتصدير، خصوصا أسواق أمريكا الشمالية. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد.